وانس ابونا تايم بنت وقعت في حب الخاطف بتاعها. ايه ده؟ هو انا ممكن احب حد حاول يأذيني؟ جنون العظمه. يعني ايه اكون في حياتك وحد غير مش من جنب؟ انا عايزه اكون كل حاجه في حياتك، اصلا انا بخاف عليك قوي. توكسيك. بصي، انا بحب يكون عندي مساحتي الخاصه، لا حد يقول لي رايح فين ولا جاي منين ولا بتكلم مين. وبما اني بحب المساحات فاستسمحك في مساحتك الشخصيه، اكلك، لبسك، خروجاتك، صحابك، انا اللي هختار. اصل انا عايز مصلحتك اكتر مني. ده بقى مش توكسيك، ده موقف تكاسك. لا بقول لك ايه، هو انت بتعرفيش تختاري وقت المناسب خالص؟ انت مش شايفه يعني ان انا مضغوط؟ انت مش مضغوط، انت توكسيك. طيب يا سيدي شكرا كفايه. انت اناني وعصبي ومش بتقدر اي حاجه انا بعملها لك. فاكر لما معاكي حق، انا مؤخرا تصرفاتي بقت غريبه، انا وحش، انا مقصر معاكي. استنى يا كابتن، انت مش وحش، هي اللي توكسيك. لو انت او انت في علاقه مع شخص فيه صفه من الصفات دي او في كل الصفات دي ولسه بتدوروا على مبررات بحجه ان هو اكيد خايف على مصلحتي، يعني اصل هو بيحبني، ما هو لو ما بيحبنيش كان سابني، هيكمل معايا ليه؟ ده بالظبط نفس فكره تعاطفنا مع الخاطف. ما هو لو شخص مش كويس ما كان قتلني، هيسيبني عايشه ليه؟ ده غير طبعا كتاب علم النفس اللي انت قراه ومقويلك قلبك قال يعني هتعالجيه. الامر هينتهي بان احنا هندور لكم على حد يعالجكم انتوا الاثنين. في حلقه لطيفه الدكتور عبد الرحمن شاهين قال فيها ان عقلنا في المواقف اللي زي دي بيلجأ لحاجه اسمها حيل نفسيه دفاعيه، ده عشان خاطر نمنطق اللا منطق. يعني هبقى اسيب لكم لينك الحلقه دي في الكومنتات عشان تعرفوا اكتر مخنا بيقدر يخدعنا ازاي في المواقف اللي زي دي. تقبل الاذى دي مش حاجه واقع علينا ولا هي مفروض. لما نقابل شخصيات اللي زي كده احسن حل ليهم رن.